وهذه رسالة للشباب خاصة: إياك في الخصومات أن تحمل سلاح، إياك في الخصومات أن تتكلم بكلمات تمس الشرف أو العرض، بل كن غزنا متأدبا عاقلا. نعيش أزمة، بل قل نكبة في الخصومات وشرف. نرى اليوم في الخصومات طعن بالأمهات والأخوات، نرى اليوم في الخصومات من لا يجعل للصلح بابا ولا عودا ولا طريق. تجد اليوم ممن هم يتخاصمون لا يترك شاهدة ولا والدة ولا سرا إلا وأفشاها. إن كانت هذه الصفات فيك فينطبق عليك حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة فهو فيه خصلة من نفاق. ما هذه ال4؟ قال: إذا حدث كذب، إذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. إذا خاصم فجر. وما أكثرهم اليوم من يفجر في خصومته. ولهذا قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد بالخصم، أي الذي يفجر في الخصومة. إخوة الكرام، تعالوا بنا لنتعلم كيف كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الخصومات. بعد أن عاد من معركة بدر منتصرا، وفي هذه المعركة قتل رؤوس الكفر، قتل أبو جهل وشيبة وعتبة والوليد، وقتل 70 من الكفار، نصر عظيم، 1000 مقابل 300 رجل. وحينما عادوا خرج أهل المدينة يهنئون الحبيب صلى الله عليه وسلم بهذا النصر. فقال الصحابي الكبير سلمة بن سلامة: بما تهنئونا؟ فما والله ما وجدنا إلا رؤوسا صلعة فنحرناها كما تنحر الهدوم. شبه أعداء بأنهم كالبعران فنحرناهم. فتبسم حبيبنا صلى الله عليه وسلم فقال له: لا يا سلامة، فما والله ما قاتلنا إلا الملأ الأشراف الرؤساء. انظر إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم كيف حفظ لهم شرفهم ومكانتهم رغم خصومته لهم، وكيف حافظ على أخلاقه رغم أنهم أعداء. وفي يوم من الأيام يأتي زيد بن سعدة، وكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم قد استدان منه دينا ولم يحن موعد الوفاء. فجاء زيد بن سعدة إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم وأخذ يجر الحبيب من تلابيبه ومن ردائه ويغلظ عليه القول ويقول له: إنكم بنو هاشم قوما مماطلون في الدين، قوم تماطلون في الدين، وما أكثرهم اليوم في المسلمين، يأخذ دينا وهو لا يريد سدادا. قام سيدنا عمر فقال: يا رسول الله، دعني أقتلع رأسه من جسده. وماذا قال عبد الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ لا يا عمر، هلا أمرته بحسن الطلب وأمرتني بحسن الأداء؟ هلا أمرته بحسن الطلب وأمرتني بحسن الأداء؟ فما كان ابن زيد قال: والله يا رسول الله ما جئت إلا لكي أختبر حلمك، أدع صبرك، وما رأيت فيك أشهد أنك رسول الله. حبيبنا صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أمثلة في الصبر، وضرب لنا أمثلة في شرف الخصوم. توارث هذا أصحابه من بعده وأهل بيته. فهذا سيدنا علي زين العابدين ابن الإمام الحسين بن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. في يوم من الأيام وبعد خروجه من المسجد الحرام يأتي إليه رجل وسط الناس فيقول له: أنت الذي يسمونك زين العابدين؟ قال: نعم. قال: والله لأنت شيء العابد. ثم أخذ يقطع بألفاظه ويسب ويشتم ويتطاول على سيدنا علي زين العابدين. وأعينك بالله أيها السني أن يكون في قلبك خلوة من ذكر أهل البيت عليهم السلام، فنحن مأمورين بمحبتهم ومحبة صحابتنا الكرام. أخذ يقطع بألفاظه على سيدنا علي زين العابدين أشرف أهل زمانه. فماذا كان رجل سيدنا علي زين العابدين؟ قال له: يا ابن أخي، أما وإن الذي قد ذكرته بالوفية وما خفي عنك أعظم، هل لك شيء حاجة نقدمها لك مقابل نصيحتك لنا؟ مقابل نصيحتك لنا؟ قال هذا الرجل: لا والله، أما وإن القوم قد أعطوني 1000 دينار مقابل أن أجعلك تجهل علي. تجهل بمعنى تغضب، العرب تسمي الغضب جهلا، الغاضب جاهل، مقابل أن تجهل علي. قال: لو أخبرتنا لأعطيناك دون أن نخرجك إلى أن تشتري. هذه أخلاقهم يا الكرام، هذه مبادئهم، هذه تصرفاتهم مع خصوماتهم. وإن خيار الناس من كان منصفا صدوقا لبيبا صانه الدين فانزجر، وأن شرار الناس من كان مائلا عن الحق إن خاصمته مرة. فلا بد يا إخوة الكرام أن نراجع أنفسنا في خصوماتنا، أن نراجع أنفسنا وننتبه لكلامنا في خصوماتنا. ولهذا حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لتختصمون لديه، ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر. اعرف رد الكلام،
مع أنه ظالم. قال فأحكم له فإن قطعت له شيئا فإنما أقطع له قطعة من نار. وهذه رسالة للشباب خاصة: إياك في الخصومات أن تحمل سلاح، إياك في الخصومات أن تتكلم بكلمات تمس الشرف أو العرض، بل كن غزلا متأدبا عاقلا، فما في الميزان أثقل من تقوى الله وحسن الخلق. وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة المكرمة، فقال أحد الصحابة وهو يتذكر ما فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يتذكر كيف أنهم فجوا رأسه وجذعوا أنفه وكسروا ثنيته وأسنانه، هو يتذكر ما فعلوا بعمار وسمية وياسر، هو يتذكر ما فعلوا بالخبيب، هو يتذكر يوم الهجرة، هو يتذكر أيام المطاردات، هو يتذكر ما صنعوا ببلال. فقال هذا الصحابي: اليوم يوم الملحمة. ويحق له أن يقول ذلك: اليوم يوم الملحمة. ماذا كان رد حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، بل اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم المرحمة، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هكذا كانت أخلاق حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ولهذا في يوم من الأيام تخاصم الإمام الشافعي مع أحد تلاميذه، فذهب سيدنا الشافعي إلى تلميذه وطرق عليه الباب، قال له: يا يونس، تجمعنا مئات المسائل، أتفرقنا مسألة؟ تجمعنا المحبة والدين والأخوة واللسان، تجمعنا القرابة، المنطقة، كل هذه تجمعنا، أتفرقنا مسألة؟ يا يونس، إن كسب القلوب أولى من كسب المواقف. سيدنا الشافعي رحمه الله الذي ضرب لنا مثالا فقال: إني أحيي عدوي حين رؤيته، أحيي عدوي حين رؤيته لأدفع الشر عني بتحياتي. لا والله، ليس الشر بمغنم، بل الخير كله بسلم. ولا بد يا الكرام أن نراجع أنفسنا وأن نجعل أنفسنا ممن يحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن تمتلئ قلوبنا حقدا وغيظا وخنقا على من له خصومة معنا. فالخصومات لا تدوم، ولا بد للصلح أن يعود يوما. إن الحقود وإن تقادم عنه فالحق باق في القلوب مغير. نعطيك من طرف اللسان حلاوة